راديو زمان. راديو زمان. جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده. مستمعينا الأعزاء، النيل مع عدم التجدد وعدم ما لم يعد يجري في البتاع، أصبح حتى غسل النيل فيما يشبه الاستحالة الآن. يعني لابد ان تيجي كراكات زي اللي طهرت قناة السويس ونظفتها وبتاع تنظف نهر النيل. انما لان قناة السويس، طب ما انت بتوسع بتجيب فلوس اكتر، مش مدرك ان ده عشان فلوسه مش منظورة، وفي النهاية بتصب في جيبك وكل حاجة في جيب الدولة يعني. ورغم ذلك عايزة فلوس في الحال، يعني لا حد يدفع. طبعا مش مستعدين ينظفوا نهر النيل، واخد بال حضرتك، بحيث نستفيد بيه استفادة أكبر. لأنه مالوش عائد فوري، يعني حديد صلب. ده بيجي قش غلة، وبعدين الغلة ايه، وبعدين الفاكهة، والفاكهة ايه، يعني على ما يروح جيب الحكومة يكون ايه، تعب في السكة. انما في قناة السويس انت وانت معدي بتدفع. دي يعني الايه المشكلة، ان النيل تلوث رهيب، الى جانب المحظورات الخاصة بالمية، ان انت محتاج ما تفلتش المية قوي، لانك ما انتظرش ضامن الغد. والسياسات تجاه ماء النيل وحوض نهر النيل وكل العك اللي حاصل فيه، وما يسمى بالعبث الإسرائيلي في حوض نهر النيل، يجعلك يعني من المستحيل انك انت تفتح للمية بهذا القدر. يعني انه الماء اللي انت موفره هذه السنوات الطوال واللي لسه هيتوفر، انت في حاجة له في المستقبل، فلا تتحامق حمقنا في الغاز. ولا نتصرف على انه لا يوجد اجيال مقبلة. نحن نسلك يعني، او حكوماتنا بتسلك على انه نحن اخر جيل في الحياة، فبالتالي الغاز اللي هو ثروة الامة في الاجيال المقبلة تروح للاعداء مثلا لاسرائيل. نفس الامر بالنسبة للمياه، انت بتحوش مياه وفي مشاكل هتجيلك يعني في القريب العاجل خاص بالمياه، فانت في حاجة لهذه المياه اكتر من حاجتك لتطهير النهر. والنهر لا يطهر، يعني لن تغسلوا هذه المياه اللي انت هتطلقها. النهر عاوز تطهير علمي كبير على نفس طريقة تطهير قناة السويس. طب دلوقتي مصر تاريخيا بقت مصر زي ما انت اشرت علشان النيل، يعني النيل هو اللي عمل الحضاره المصريه. وعمل ما فيش نيل، خلاص يبقى ما فيش مصر. دلوقتي اللي حاصل كده، اللي حاصل ان النيل بيتراجع جدا. خلاص انت ما فيش نيل ما فيش مصر. بيتراجع من حيث قدراته، بيتراجع من حيث دوره في الحياه. انت ليس لديك بترول مثلا زي البلاد الصحراويه اللي حوالينا العربيه، فنقول ان البترول يعوض غياب الماء واننا نستطيع ان نصنع الماء. نحن هنا لن نستطيع شيئا. سوف يعني ايه، نقوم على بعض الآبار، على بعض خزانات الماء الموجودة تحتنا، وهي الآن اوريدي يعني بتستهلك في مزارع الأغنياء وغيره وغيره. وإن هذه المسألة لن تكفي لشرب أمة ولا تفي بحاجات الزراعة ولا شيء من هذا. فسوف تضمحل مصر إلى أن يعني
ولكن بس عايز اقول انه كمان من المستحيل ان النيل لا ياتي. يعني لا تستطيع دول الجنوب مهما صنعت ان تستولي على كل هذه المياه، تعمل بيها ايه؟ واخد بالك؟ اسرائيل عامله مشاريع في الحبشه وعامله، لا تعمل كل حاجه، بس كمان لو انت اخذت اكتر معدلك تغرق الحبشه. وهي لو وصلتك بس انك انت هيجي لك 50% من احتياجاتك، ما انت عشان كده انت محتاج لهذا الماء اللي انت بتوفره. يعني ويشكر جمال عبد الناصر يبان تاني النظره البعيده جدا. هو دي الفكره. طب ايه المسافه؟ انت لم تصنع شيئا للاجيال المقبله. شوف الراجل عبد الناصر، طب ما عملوا مفيد توشكا، ايه المسافه بين السد العالي وبين مفيد توشكا؟ هذا مشروع يعني رفضته الناصريه، هو مشروع الناصري ودرس ورفض. ليه؟ لتكلفته ولعدم جدواه، واخد بالك؟ وعندنا علماء، ما احنا عندنا ناس من ضمن الذين يعني ايه فكروا في هذا المشروع واللي اوقفوه واللي ابطلوه. واللي حاصل ده بالنسبه لتوشكا وكده، يا راجل حين تمر في طريق السويس الصحراء من الجانبين كلها فاضيه فارغه، يعني لا زرع فيها ولا نبات. هنا فيه عشان ترعة الإسماعيلية، وهذا الطريق صنعت فيه آبار وزرع هناك فاضي. خد في الفاضي ده انزل سينا من العريش لشرم الشيخ مساحات رهيبة من السهول، كلها تزرع بالمخدرات. وانت يعني ممنوع ان انا انتقل من الوادي لسيناء واعمر قطعة ارض. ممنوع ان الترعة اللي عاملة زي علامة الاستفهام دي انها تروي لي فدان ارض ليه. ممنوع ليه؟ لانها اغلب الظن انها مش رايحة عشان تعمر سيناء، يعني يظهر لسه هي ليها مراحل استكمالية رايحة مكان تاني. يعني احنا كمل مثلا ممكن نحن مش عارفينه لغايه دلوقتي. رايحة احدى الدول الاسكندنافية مثلا، يمكن مثلا رايحة تكون رايحة ابنود. كويس والله. ترعة هلسنكي ترعة السلالم مش السلام. يعني محدش فاهم يعني ايه انت تودي الماء لغايه هناك وما تزرعش، ما تقيمش زراعات، ما تقيمش بيئة، ما تنقلش سكان من الوادي المكتظ الرهيب. بالك يعني كل دي يعني أسئلة. انت اذا الترعة دي مش لك زي ما هي سينا ليك ومش لك، يعني ليك في المنظر بس في الخريطة كده، انما في الواقع العملي هي يعني ما انتش خلينا مع ما انتش ابوها. خلينا مع ما قبل السد. مهندسين الري في ما قبل السد العالي كان ايه دورهم؟ اولا مهندسين الري دول تدين لهم مصر بوجودها، مثلهم مثل النيل، هم في قيمة النيل، وهي وظيفة قادمة من أيام محمد علي، حين ننظر إلى النيل نظرة حقيقية للاستفادة به. وقيمة القناة الخيرية وقيمة قناة الإسنا وقيمة قناطر أسوان وكل هذه المسألة والقناطر الفرعية الأهوسة وكل ده يعني، وليها نظام ري في ميعاد محدد تفتح وفي ميعاد محدد تغلق، وتعمل خريطة كاملة لمصر وتقسيم أراضيها الزراعية. ومهما كانت الأهداف فهذه كانت خدمة كبيرة جدا للأرض المصرية، وبالتالي كل الأراضي نالها من الطمي ونالها من الخصوبة ونالها من الإصلاح، ما جعلها ممهدة وقابلة يعني للعطاء وكذا. ثم فيما بعد كان هؤلاء العلماء ربما كانوا العلماء الوحيدين يعني في مجال الزراعة، هم علماء النيل اللي بيقيسوا وبيتنبأوا بفيضانه يعني فيضانه وغيضانه، وينبهوا الأمة ويهندزوا الماء
ويفتحوه بقدر. يعني كل الأشياء كانت منظمة، وكانوا على علاقة بالنيل لغاية منابعه. علماء يعني منهم اسمه الدكتور رجل سعيد مثلا. يعني هذا الرجل مثلا حينما تجلس معه يحترق. يعني النيل بالنسبة له يعني قصيدة بس واقعية، يعني قد الشعر اللي فيها قصيدة واقعية زي ما أنا بكلمك عن النيل، يعني مش زي الشعر، ولكن في نفس الوقت شديد الواقعية. فالرجل يعني هو ده أحد مهندسي توشكا، أحد مهندسي مفيد توشكا اللي رفضوا. هو كان ضده. أيوه اللي رفضوا. يعني نقشت المسألة وأغلق بابها على طول. وكان من الممكن الصحراوات اللي عندنا، صحراوات يعني شوف الطريق من الإسماعيلية لبورسعيد، شوف كم الأراضي المهولة. لأنه هو في التوشكا ده في الآخر زي الجبابة اللي أنت كنت بتحكيها، هو حفرة في الأرض ومروه مية يعني. إحنا رحنا في زيارة مع السيد الرئيس، وكان أيامها الدكتور البلتاجي، الدكتور كمال الجنزوري هو صاحب المشروع ده تقريبا. وانا هو انفرد بي هناك، وانا بسأله يعني انا مزارع وعارف الشادوف، يعني هي دي هي محاولة لتطوير فكرة الشادوف. بس الشادوف كان بيجيب مية. قلت له ايه طب ايه ده؟ قال لي ما كان هنجيب رافعات وايه. قلت له طب ما احنا في النهاية الرئيس جاي يفتح ماسورة صورة مية يعني مدقوقة، يعني الدقات تطلع مية ده في أي مكان. زي الطرمبات التركي دي في أي مطرح. عندي 2 أنا هنا هاجرت. فقال لي أحد يقول لغاية ما الرئيس ندح علينا وأصر إن هو يعني إيه ما يتورطش في الشرح اللي هي يعني. وهو رجل يعني فاضل دكتور الجنزوري ده، بس يعني أنا ما استوعبتش وما فهمتش ولا حد في مصر فيه. وكل ما يقابلنا الدكتور مصطفى الفقيه يقول لي يا عبد الرحمن خلي ابن حراجي القط يروح توشكا. يا دكتور حراجي راح السد العالي لأنه ده كان مشروع مفهوم أوله وآخره وعلى عينك يا تاجر. انما احنا توشكا دي عامله زي الايه، زي العشيقه. يعني لازم تقابلها في السر وتطلع من غير ما حد ياخد باله. نحن لا نعلم عنها شيئا. يقول لك ما احنا رحنا اهو وجينا اهو. ايوه رحنا بالطياره. انما دي انا ايام حراج القط لما كتبت الديوان كنت اركب القطر واروح وانزل في اسوان واروح لوحدي والناس يستضيفوني وحاجات زي كده. أنا ما رحتش بقصد الكتابة، رحت بقصد إن أنا أطابق بين الصورة اللي بيقولها الإعلام وبين فين توشكا في الإعلام؟ مين يعني إيه يعني إيه توشكا؟ وفينها في الواقع؟ فينها في الواقع إيه؟ أنا شايف إني طالع منها شوية فدادين يدوهم لطلال إيه وبلال إيه وكلام إيه، وطلع إنها يعني حكاية ما. سد العالم خدت منه ري وخدت منه كهرباء خدت منه كل حاجة. أبنود نورت وركبنا لمبة وجرينا واحنا تحت اللمبه، بدل لمبه نمره 5 ونمره 10 الجاهزه اللي كانت على الطبليه. بحب اعيش دلوقتي ممكن اقرا وانا على السرير. ما كانش في مكاتب يعني. فكره المكتب دي فكره حديثه جدا. طب دلوقتي انا عشان انقذ يعني ايه، احنا قلنا انه السد العالي كان مشروع هو ضروره، مشروع حتمي يعني حقيقه. لكن في نفس الوقت هذه الحتمية كان لها بعض الأعراض الجانبية. طب إزاي ممكن أن نتخلص من هذه الأعراض الجانبية؟ شوف صلى على النبي. نحن أضفنا إلى الأعراض الجانبية آلاف الأعراض الجانبية. يعني غير صحيح أن الأرض ضعفت إلى هذا الحد بعد ما توقف الغريان عن غمرها. اللي أفسد التربة المصرية الكيماويات والمبيدات المغشوشة السامة القاتلة للتربة أيام بعض الوزراء اللي باينة زي عن الشمس ولم يدن فيها أحد.
من الكبار. انا كنت اول ما جيت، وده مش من وقت طويل قوي، انا جيت هنا من حوالي 22 23 سنه. اسمع لي. زرعنا طماطم، بقيت نجري والطماطم تجري ورانا. يعني مش عارفين نعمل فيها ايه. والطماطم رخيصه في السوق والطماطم في السوق ما تجيبش حق القفص اللي هي فيه، القفص الجريد. كنا نتركها في الارض. يلا عاوز طماطم، الناس واخد طماطم. ده الكلام ده من 20 سنه. الان لو زرعت الطماطم تطلع قد صبع كده، وبعدين تدلدل راسها وتنزل تموت. مرضت التربه المصريه زي ما النخيل اللي عمره آلاف السنين واللي من ايام الفراعنه صنعت له، وانا يعني عمال اكد على التصنيع له. سوسه عمية تطير على رائحة النخيل وتخترقه وتولد ملايين منها بما يسمى إيدز النخيل، تأكل النخلة من الداخل تهلكها تماما فتسقط النخلة. النخلة اللي كان عشان ننزلها احنا لما كانت تطول بقى توصل للسماء وتهدد لها مثلا 10 15 بيت لو وقعت، كانت تجتمع القرية عشان تقصقصها وتعملها وتشد سلبها بالسلب الحبال عشان ما تقعش على البيوت، ويتاخد وجهة نظر القرية كلها في أفضل اتجاه تنزل فيه وإيه. وإذا نزلت على حيطة حد تتبني في نفس اليوم. كل الأيدي دي تنزل الشعب المصري كان حاجة، كان شعب عامل مليء بالحيوية ومليء رغم أمراضه ورغم كله. إنما ما كانش فيه الأمراض دي، ما كانش عنده هذا الأمراض، ما كانش فيه فيروس سي، ما كانش فيه السرطان. مش ما كناش اكتشفناهم، لا. دكتور عمرو غنيم أستاذ الكبد بيقول إن 30 سنة من حقن أمصال ولا حقن البلهارسيا بالحقن الزجاجية هي اللي نشرت الفيروس سي. استعمال الحقن الزجاجية أكتر من تعمل أكتر من واحد. وتنشر الإيدز كمان. ما كانش طلع الإيدز بس ساعتها. لما حكيت إن إحنا قاومنا البلهارسيا بالحقن الزجاجية دي من غير ما نغلي ونعمل ونكسل نشيل من ده ونحط. احنا كنا في المدارس يعملوا فينا كده. في التطعيمات يشيلوا من ده يحطوا في ده. يعني هي تتغلي مرة واحدة الأولانية. تخلص البلد وبعدين تبقى الطابور تتغلي في البلد اللي بعدها. طابور. وبعدين تتحط في المية السخنة، تاخد الثانية. هم كانوا حقنتين. تاخد الطابور الثاني على ما يكون دي تعمل يا والله وعشنا. إنما بس عايز أقول لك إن الناس كانت لا يوجد شيء اسمه بدون عمل. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، النيل، نهر النيل المصري يعني الجزء المصري منه، نهر النيل المصري هو أغنى أنهار النيل، لأنه هو خالق حضارة لم تخلق في بقاياه السفلية على الإطلاق. وانت عارف يعني انا مش هعدد لك المعابد ولدرجه عبد، يعني هو كان بيعبد حابي يعني اله. كان راجل يقول لي يعني من ضمن الاشياء اللي يقولها يعني في البتاع ان انا يعني اعطف على الفقراء وانا ما اعرف ايه، وعطفت على ما اعرف ايه، واكلت ايه، ولم اسماء النيل. احنا دلوقتي يعني لازم الحاكم يقف يقول وانا الذي لوثت ماء النيل اكثر من غيري. فبس عايز اقول ده